اتفضل يا باشا. ملوش لزوم يا معلم رفاعي. اتفضل يا باشا، ما تكسفش ايدي. طالما انت مصر كده ماشي. اتفضل يا باشا. تسلم. بقول لك لا، حامي عليك حامي عليك. دي انت شايفها يا معلم رفاعي. وهجيب لك الشاي تحبس بيه دلوقتي. يلا واسمعوا حبسنا اي حاجه. لا بقول لك يا رفاعي، هو مين اللي في الصوره ده؟ ده ابويا القسيط الكبير الله يرحمه. كان راجل نضيف قوي يا باشا، كانت ايديه تتلف في حرير. قعدت معاه اخر غسلتين قبل ما يموت. كان راجل نضيف قوي 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 قوي. كان قاعد غاسل لافف عصر نشر، كانس ماسح طالع نازل تقولش واحده في الستينات. حط الصابون تحت رجلي وقال لي خليك زي اللباس الابيض يا رفاعي، مهما يتغسل ينشف. يا زمن اللبس البيضاء القديم، كان ليها بركه والله يا معلم. امال انت فاكر ايه؟ المكان ده مفتوح على حس وريحه. ما انا شامم. رفاعي ما ترغيش كتير، عايز مني ايه؟ انجز. بالك انت يا باشا وانا صغير امي كانت بتغسل السجاجيد، دخلت غسلت معاها. مش عيب اما الراجل يغسل مع امه السجاجيد. بس انا ما كنتش بغسل عشان النظافه يا باشا، كنت بغسل عشان ال50 جنيه اللي بعد الغسيل. امي كانت فييسه قوي. قعدت 3 سنين اغسل لحد ما ايدي باشا. جت في السنه الرابعه ادتني عربون كبير 500، خدت منها الفلوس وضحكت عليها. زعلت مني قوي قوي قوي. ازاي واحده كبيره زيها انا اضحك عليها؟ يلا. ايوه انا استفدت ايه من القصه الحزينه دي؟ لو دخلت حمام المنطقه ده تاني من غير ما تستأذني هربطك هنا واحميك بصابون بريح. نعم. انت بتقول ايه يا رفاعي؟ امي قالت لي كده ساعتها يا باشا، وحمتني وادتني الصابون. عايز مني ايه؟ انجز. تسيب الحريم يا باشا اللي انت قبضت عليها الصبح. عيب اما تخرج بحريم زي دي لها حرمتها. ووعد من اخوك الصغير هجيبهم لك لحد مكتبك وانت زي الباشا. وهتجيبهم لي امتى بقى؟ ما انت ممكن تجيبهم لي يوم اجازتي. هجيبهم لك اي يوم وسط الاسبوع ما عدا التلات. ده التلات الوحيد هو اللي وسط الاسبوع يا رفاعي. يلا. بس اشمعنى التلاته يا معلم؟ عندنا غسيل. ايوه يا باشا. يا حيدر، قابلته يا حيدر؟ اه طبعا شفت رفاعي الاسيوطي ده. انا اول ما شفته فكرته عجلاتي بدماغه دي. خلي بالك منه يا حيدر، ده بيزفلط. ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش، كل حاجه تمام. حاول تضغط عليه بالكلام. تمام. اوعى تسيبه لحد ما يعترف. هكلم حضرتك تاني. ماشي. هكلم حضرتك تاني. يلا في سلام الله. ادخل. باشا تعالى يا رفاعي. وعدتك وعد وفيك بيه. جاي فيها يا رفاعي؟ انجز. جاي في ميكروباص يا باشا. انت بتستظرف؟ طب بقى بمناسبة الاستظراف دفعت كام وانت جاي؟ رفاعي الاسيوطي ما بيدفعش. وانت عارف كويس اوي ان دراع ما بيتلويش يا رفاعي. وبمناسبة الكلام ده انا جبت طريقة عميل الصابون اللي انت بتعمل منه عرض ب3 ب10 وهعمله عندي في البيت. مالك؟ طريقة يا ابو طريق. رفاعي الاسيوطي رقم 1 ده في الصابون في كل حاجة، نظافة ريحة توفيق. وده اعتبره تهديدي. اعتبره تنظيف. انت جاي تنضفني في مكتبي يا رفاعي؟ انت مكتبك كله عايز يتنضف يا باشا. طب انا مش هقول لك الا كلمتين، خلي بالك من نفسك الايام الجايه يا رفاعي. دول 4 كلمات وانا هقول لك يا باشا، ربنا ما يوريك قلب رفاعي لما يدوب وعقله لما يبوش. نورتنا يا رفاعي. رفاعي خليك يا ناصر. انا امك حكيت لي على كل حاجه. يا بنت الفتانة، تستعر مني يا ناصر؟ تستعر من ابوك؟ انا ما بستعرش منك يا رفاعي. يعني بتستعر من ابوك؟ ابوك اللي نضفك وخلى ليك قيمه تستعر منه؟ وايه محاسب يعني؟ رحت او جيت محاسب كاشير، هتيجي اخر اليوم تسلمه الفلوس يقول لك ناقصه ويشيلها لك. 4 سنين في كلية تجارة. خلاص روق بقى،
روق وما تشيلش هم. اخش اعمل لك واحد شاي على ميه بيضه. لا قلبه رفاعي، بحب اشرب مالك؟ ميه بيضه، ميه بيضه سكر زياده. ياما. حسبي الله ونعم الوكيل. باشا اقعد يا عصام. هدوم يا باشا. قوم يا باشا. عاوزك في حوار كبير بمناسبة الفعل الأسيوطي. كبير؟ فعل صوتي. أنا كنت سمعت إنك عاوز تبقى كبير المنطقة، صح؟ وايه المصلحه في كده يا باشا؟ المصلحة إن أنا عايز المنطقة اللي فيها رفاعي من غير عوق ومشاكل. هو مش أنت عايز تبقى كبير المنطقة؟ تمام. وأنا عاوز المنطقة من غير عوق ومشاكل. فالمصلحة واحد. وايه المطلوب مني يا باشا؟ عايزين نخلص منه عصام. بس دي عايزه وقت يا باشا. يعني بالظبط كده زي الموز لما بيطلع في اوانه. وقت قد إيه يا قرد؟ وقت قد ايه يا باشا؟ يعني يا باشا من النهارده 8 ايام على ايدك، وبعون الله زحلقكم على وش الارض. ماشي يا عصام، والمطلوب مني الامان بس يا باشا. اعتبره حصل. وعد يا باشا. وعد يا قرد. تقوم باي حاجه كبيره. نورتني. بس عندي جمله يا باشا هنا. تؤمر. بلاش قرد كتير ده بس. حاضر يا عصام يا قرد. سلام يا باشا. حبيبي. ناصر. رفاعي. 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 يا ناصر، عشت بتاع منظفات ومت متزحلق. لا عش ولا كان اللي يقول عليك انك اتزحلقت يا رفاعي. ابن القرد زحلقني. والله لا اخد حقك. انا مش عايز حقي، انا عايز طلب واحد بس. اطلب يا رفاعي. يبقوا غسلوني كويس. هو ده وقت النظافه يا رفاعي. طلب كمان، نفسي اخد اخر نفس نضيف في حياتي. خد يا حبيبي خد. كاتم على نفسي ويا حرام عفنه. رفاعي لا قوم يا رفاعي. رفاعي. دراعي دراعي. يابا يابا. يبقى خلي بالك من المحل يا ناصر. اوعى تبطل تعمل العرض ال3 ب10. خلي ال4 ب15. خلي الفقير ينضف. يلا خلي بالك من نفسك يا ابن ابويا. الو. الو يا رفاعي، مين؟ سلعاوي بيه معاك. ايوه مين سلحاوي يعني؟ سلعاوي بيه. ايوه عايز ايه يعني؟ فين المعلم رفاعي؟ رفاعي في حته احسن. استلم في مراسي وما قاليش؟ قايل له لما يستلم في مراسي عرفني. مراسي ايه يا عم؟ انت عايز ايه؟ بقول له انت هتلغي معايا؟ هم اخر 5 متر. اقفل انت ورن عليا. سلام سلام سلام. ايه العبط ده؟
هات واحدة طيب. يا ناصر انت تاكلها ولا ايه؟ هات ولاعة سحلاوي. سحلاوي؟ سلعاوي. مش فارقة، أنا قلت سحلاوي عشان بتتكلم بطيء يعني. حاسب تلسعك. ما كنت جبت أنبوبة غاز أسهل. إيه ده؟ لو قول لي يا ناصر أنهي أحسن؟ الصابون أبو ريحة ولا الصابون اللي من غير ريحة؟ بريح. وجهة نظر. عارف يا ناصر أكتر حاجة كانت بتعجبني في رفاق أخوك إيه؟ إيه؟ دماغه. فعلا دماغه حلوة. أمي طول عمرها بتقول كده عشان كان ذكي. لا عشان كانت بتضحك. اللي قول لي يا ناصر أنت ليه ما حلقتش لحد دلوقتي؟ اللي قول لي يا ناصر. هو يا سلعاوي الحكاية، كل شوية قول لي قول لي قول لي. إيه يا جدع؟ طارق طارق. يا نصر مية عشان شرقت. خد يا اسطى. ممكن تفتح يا سلعاوي دي عايز نفتحها يا ناصر؟ عايز نحاسب عليها؟ يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ عايز تاخد اخر 5 جنيه في جيبي؟ ده انا اشتري بيهم صابون سائل من عندك ولا تاخد منهم جنيه؟ هحاسب عليها يا غبي. مش فاتحها يا ناصر. يا دي ام الازازه اللي شغلاكوا، ادي الازازه اهي. انا كده ارتحت. تشرب ايه بقى؟ اشرب بريل. بريل؟ وانت هتشرب ايه؟ قول له يا ناصر. يا دي ام قول لي. كده يا ناصر، كده يا ناصر سايب الطور بتاعه قاعد بتلعب انت وسلعاوي بكلب. ماشي يا ناصر، قوم قوم يا ناصر من مكانك. شوف عصام القرد فين وهات لي حق. مش عارف ارتاح في تربتي يا ناصر. ناصر ناصر. منك لله يا رفاعي، مش عارف حتى انا مع الكرسي. ايه يا عصام يا زفت؟ ايه يا عم ناصر، في حد بيتنطط على حد كده ولا ايه؟ ده بدل ما تسألني كنت فين؟ انت فين يا عصام؟ اهو يا عم كنت عند ناس قرايبي. اهو يا عم، وده ميمون ده لسه مولود ابن خالتي ده. ودي خالتي سماح بس هو جدي مقيل شويه بس. وده ابن خالتي ده، ابن خالتي التانية برضه الكبير. هو ده بالذات شبهك يا عصام. يا عم استنى اشوف لك جدي كده يكون نايم في السرير. لا مش نايم. وانت عامل ايه يا عم؟ انت هتيجي امتى؟ والله يا اخويا ناصر مالك عليا حلفان، انا مرتاح وسط اهلي هنا. لا مش هقدر اجي. مش هتعرف تيجي ليه؟ اخويا رفاعي كل يوم ينط لي في الحلم، انا لازم اخد طاره. مضطر اقفل دلوقتي. سلام. يا عصام يا عصام. غالي غالي. ايه اللي اتكسر ياما؟ ياما رفاعي، انت فاكر ان انت مش هتشوفني تاني؟ انا صحيت.